تعالوا نشوف حكاية الخيامية اللي اشتهرت بها مصر. الخيامية في شارع في نهاية الغورية في القاهرة القديمة اسمه الخيامية. هذا الفن وهذا الشغل والألوان الجميلة اللي بنشوفها على المفروشات بدأت في البداية في سرادقات القرآن والاحتفالات الدينية، ولكن دلوقتي أصبحت من أهم المعالم الشهيرة اللي بتكون مرتبطة بشهر رمضان. بعض الخيام الرمضانية ارتبطت بها تماما وأصبحت من أهم معالمها الأساسية. تعالوا نشوف الخيامية والتقرير اللي جاي. لا يستطيع السائح العربي أو الأجنبي أن يزور القاهرة من دون أن يمر بهذا الشارع الضيق في قلب القاهرة الفاطمية، والذي يبدأ من باب زويلة وينتهي بعدها بخطوات، ربما لأن هذا الشارع الذي أسماه الناس شارع الخيامية نسبة لمهنة قاطنيه من صناع الخيام. أشكال وألوان أبدعت فيها أنامل أيدي على الأقمشة والفرش لتحيلها ببراعة إلى تحفة فنية تحكي تاريخا مكتنزا في الذاكرة العربية. هي المهنة دي أصلا مهنة قديمة، كانت أصلا عن الخيم بتاع العرب أو اللي بتندقى في الصحراء دي، فبعد كده اتطورت بقت الترك اللي هو العربي اللي هو في الأفراح. بعد كده اتطورت أكتر بقت الشغل اللي هو بتاعنا ده بيتعمل منه مقاسات. أغلب أعمال الخيامية تستلهم التراث الإسلامي من خطوط بأنواعها الكوفي والثلث والفارسي، في رسوم هندسية لآيات قرآنية والعديد من الفنون الجميلة كالخط العربي والمشغولات والتحف وغيرها. فمهنة الخيامية التي تتطلب الصبر والدقة مهنة توارثتها الأجيال أبا عن جد. هو النهارده يعني الصنعة برضه هي بتنقرض شوية، بس هو يعني من اللي ما فيش حد بيتعلمها النهارده كتير، يعني اللي هي شغل اصلا عايزه صبر. يعني في النهارده يكون خيمي بيعلم اولاده عشان يبقى جيل بيعلم جيل كده بالطريقه دي، انما ليه؟ عشان ما تنقرضش الشغلانه يعني. وبينما نحن نسير بين ارجاء الشارع لا تعد عيناك على رؤية هذه المناظر الطبيعية التي قد تبادر في أذهاننا أنها رسومات مطبوعة بالآلة على هذا السجاد، لكنها في الواقع هي من صنع اليد. لما قال الشغل ده شغل فن، يعني ده شغل إبرة غير شغل مكنه، اللي هو ده اصلا ما تعملش مكنه. الشغل الطباعه ده ما يمشيش معانا في عمليه الفرعوني ده، الفرعوني ده يدوي، اما شغل الطباعه ده مبني على عمليه المفارش وعمليه التروك بتاعه الفراشه. صناعه الخياميه كادت أن تنقرض بسبب دخول الآلات الحديثة في صناعة الخيام والمفارش مع بداية السبعينات من القرن الماضي، حيث قام البعض بطباعتها فتراجعت في هذا المجال. رغم توغل الآلة تبقى المشاعر الإنسانية التي تنتصر للفن اليدوي، وستبقى لوحات معلقة في بيوت متفرقة من أنحاء العالم تشهد روعة الفن اليدوي للخيامي البسيط في شارع ضيق اسمه شارع الخيامية. توفيق عمري، قناة الساعة، القاهرة. أولوية للإنشاد الصوفي. الفرقة دي بتقدم موسيقى مستوحاة من الطريقة الصوفية، وبتعد الوحيدة في مصر وواحدة من 4 فرق على مستوى العالم التي بتختص بهذا النوع من الفن. تعالوا نروح نشوف فرقة المولوية ونرجع نبتدي أولى فقرات حلقتنا النهاردة وأول لقاء معانا فيها. بقلب القاهرة الفاطمية العتيقة، وسط المباني التي تزدح أنغام الموسيقى الصوفية بعبق أجواء رمضان الذي يطل برغم كل ما نحكيه على أنه فقد طعم زمان، قادرا على خلق طعم جديد جدير بالتذوق. وتعتبر فرقة المولوية للإنشاد الصوفي بقيادة عامر الطوني إحدى أشهر فرق الإنشاد الموجودة الآن على الساحة المصرية، حيث تقدم الفرقة موسيقى مستوحاة من التراث الصوفي، مستخدمة بذلك آلات الموسيقى الشرقية
كالكمان والعود والرق والناي والقانون. يعني أنا أعرف إن هي شبيهة بالتنورة، أنا حضرت تنورة كتير، فهي أعرف إنها مختلفة شوية، فأنا دي أول مرة هحضرها وأتمنى أو أعتقد إنها تبقى جيدة جدا يعني. فرقة المولوية هي الوحيدة في مصر وواحدة من 4 فرق على مستوى العالم المختصة بهذا النوع من الإنشاد الصوفي، والذي يقوم على فلسفة الدوران المولوي لساعات طويلة حول مركز الدائرة التي يقف فيها الشيخ أو المنشد، فيندمج الراقصون في مشاعر روحية سامية يرون بأنها ترقى بنفوسهم إلى مرتبة الصفاء الروحي. الأغلبية إن هي بتتوحد الروح اللي جوانا مع مشاعر الدكتور وهو بينشد، فأكيد بيطلع الروح كلها واحدة والأسلوب كله بيبقى واحد. وترجع المولوية إلى مؤسسها جلال الدين الرومي بين عامي 1207 و 1272، وهو الشاعر الذي نظم غالبية الأشعار الدينية التي كانت تتغنى بها فرق المولوية في حلقات الذكر الصوفي الخاصة بها. وعن أوجه الاختلاف بين المولوية المصرية والطريقة المولوية في العالم يقول صاحب الفرقة: المولوية في العالم ترقص وتلف لأنها تحاكي المولوية التي أنشأها مولانا جلال الدين الرومي، ومولانا جلال الدين الرومي لف وبدأ يكتشف فكرة الدوران من الحزن في تركيا، من الحزن، لأن هو من شدة حزنه على شمس تبريز اللي هو شيخه الذي قتل، فبدأ يغلق على نفسه حجرة ويطفئ أنوارها ويبدأ يلف في محاولة لخروج روحه أو روحه أن روحه تتخلص من هذا الجسد. المولوية المصرية بتلف فرحة وابتهاج إلى الله وإلى رسول الله. وتنشط فرقة الصوفية خلال شهر رمضان خاصة بتقديم عروض الإنشاد الصوفي وحلقات الذكر والابتهالات التي يؤديها المنشدون، مما يكسب ليالي رمضان مذاقا خاصا. بمقامات الموسيقى العربية تعد رقصة الدراويش جزءا أساسيا من الشعائر الصوفية لما لها من معاني رمزية. وبروحانية العرض تبقى المولوية المصرية محاولة من محاولات التطهير النفسي. توفيق عمري، برنامج رمضان اليوم، القاهرة. تشهد شوارعها وأزقتها يوميا ومنذ سنوات زحمة سببها الدراجات النارية، ويبدو أن هذا الأمر أصبح يزعج المارة وأصحاب المركبات. روبورتاج توفيق عمري. أضحت شوارع مدينة أولد جلال ببسكرة تشهد يوميا زحمة كبيرة تسببها كثرة الدراجات النارية والتي قدر عددها بالآلاف. السبب في ذلك أرجعه أهل المنطقة إلى انعدام سيارات وحافلة النقل الحضري. نمشوا بلا كاسك لا والو، ولا محتاج واقع هنا في البلاد، معناها ماش نخرجوا لبرا ولا نهز عليهم مال فتعش بالربعة والله غير ربعة طاري كرسي الله وراني برك. قولي بارك يا هل ترى الموطو هذه عندها كوارتها كل شيء؟ الكاسك ولا لا الكاسك ما كانش كواعد كاينين، لا سلونس كاينه بس الكاسك علاه ما ديروش حاجه هنا في وسط البلاد محسوب، شكون محسوب حاجه ما كانش نقل حضر. الحوايج اللي لازمتنا هنا ما كاين والو، هذه هي النقل تاعنا، هذه هي كل شيء. حملة تحسيسية تقوم بها الجهات المعنية في كل مرة قصد توعية المواطن بالاستعمال الأمثل لهذه الوسيلة والتي باتت تشكل خطرا كبيرا على مستعملي الطرقات. أحيانا يجونا مواطن هنا ما يجيبوش الوثائق تاعهم، ما عندوش هذا الكاسك، تلقى حتى الدراجة النارية هذه ما تعرف الا في حقيقة لا دراجة لا ماهيش دراجة، انهم قلدوا لها دايره امور تقليديه. معظم الاخطار التي وقعت للدراجات معظمها ليلا وفي الطرق الرئيسيه، الطريق الوطني الرئيسي. المشروع تاعنا رانا نحضروا في مشروع في محطه حضريه راح تفتح في الايام القادمه باذن الله، وراح نديروا مخطط للنقل الحضري، وراح نتحاولوا مع السيد مدير النقل. هي وسيله مهمه في تنقلات المواطن، غير انها تشكل خطرا قد يودي بحياته ان لم يمتثل اصحابها بشروط السلامه المروريه.
فعلا هي ظاهرة خطيرة جدا. تذبذبا في الخدمات بسبب عدم توفر السيولة وتعطل الموزعات الآلية، ما دفع بالعديد إلى التوجه نحو البلديات المجاورة. توفيق عمري. حوالي 45 ألف نسمة تقطن دائرة سيدي خالد الواقعة على بعد 100 كيلومتر عن الولاية بسكرة. توجهنا إلى مكتب البريد بها فتفاجأنا بعدم وجود المواطنين، أما الجهاز فعاطل إلى حين آخر. كاينين حالات نقولوا إنسان خدام شهرية راح مانيش عارف أنا يداوي بنو، راح الزجار، راح الخضار، راح يدخل بنو ليكور، راح ديما حاصلين. هذه هي نقولوا بدايين هاك باش تشوف بعينيك، ما كان حتى حاجة على العام هكذا، مش قال سمانة ولا زوج ولا ثلاثة ولا. تنقلنا إلى مكتب بريد آخر بذات الدائرة فوجدنا مشكل الاكتظاظ، أما نقص السيولة وتعطل عمل الموزع الآلي للنقود فيؤرق المواطن نوعا ما. رانا نعانوا بمشاكل كبيرة في البريد هنا، يعني قلة العمال، والقاب عندنا برا هذيك راهي دائما حافظة، نقص السيولة ملي تجي ما كاين والو. احنا رانا نطالبوا بمركز بريدي، يعود مركز بريدي كبير، لانه طالبنا بمراكز بريديه وما كان والو. الحاجه الاولى ما كانش مسؤول على راس هذا البريد، لانه الانسان اللي ننقلوا له انشغالاتنا ماهوش ينقل فيها نقلا حرفيا. رفعنا الانشغالات للجهات الوصيه فكان ردهم كالتالي. بالنسبه للردود الخاصه بمواطنين دائره سيدي خالد، الحمد لله يعني حاليا عندنا مشكل السيوله مش مطروح حاليا، مكاتب كلها متوفره السيوله، وهذا بفضل يعني التعاون تاع البنك المركزي في ولايه بسكره. بالنسبه للانقطاعات المسجله في بعض المكاتب البريديه، القطاعات الخاصه بالاعلام الالي، فعلا سجلنا بعض الانقطاعات في بعض المكاتب، ولكن تم السيطره على هذا المشكل وذلك بادخال خاصيه موبي كونكت. بين شد وجذب لانشغال المواطن وتطلعاته للافضل، يبقى توعد الجهات المعنيه قائما لحل هذه المشاكل. دوليا وبأبيجان يعقد غدا الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية ودفاع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إيكواس، وهذا لبحث شروط لا يزال مسلسل انهيار البنايات الهشة متواصلا بحي سويق العتيقة بقلب قسنطينة، حيث بات الأمر يهدد قاطني هذه السكنات، مثل ما حدث مع 4 عائلات نجت بأعجوبة من موت حقيقي على إثر تساقط جدران مسكنهم الجماعي. رحنا كما قالها الصباح على 8 تاع الصباح، طاحت لنا الدار، جات الدار طبطبت عليا الجاره، المزيه الاولاد قاعدين يقراو، ما كان حتى واحد غير حنا الكبار. رحنا هبطت في الضربه، ما لقيناش منين نخرجوا. رحنا اليوم نهار طول الشر وعطش، وحنا في الزقاق، راحوا ربحوا وخلاونا وقالوا لنا من وراء الفوط نجيو لكم. دوك حنا وين نروحوا اخوتي؟ قولوا لنا. 4 عائلات 14 رقبه، احنا هنا بيتين، وين حنروحوا؟ ما عندنا وين حنروحوا، ولادي يقراو يعقبوا في السيزيام، بني السنه البيام السكون تاعو، وين حنروحوا؟ ما عندنا وين حنروحوا. العائلات أكدت أن السلطات المحلية لم تحرك ساكنا وتجاهلت أمر إسكانهم فور وقوع الحادث، ولم يجدوا ملجأ يأوي أبنائهم إلا الشارع. يأتي ذلك في وقت أن استفادت ما يقارب 70 عائلة من ترميم سكناتهم. بابا ما ما يجاليز وما عندوش وين رايح يسكن، وين رايح نقرا أنا ما لقيتش، وين رايحين نروحوا؟ كرهنا خلاص. والصباح على 8 طاحت الدار، ما رحناش نقراو. ما كلينا ما شربنا ما درنا والو اليوم، والو ما درنا. ما عندنا وين نروحوا، وين نباتوا اليوم؟ باك اخوتي قولوا لنا وين نباتوا، برك وين نباتوا. بنايات السويق التي تدهورت مع مرور الزمن تحولت إلى كهوف تزرع الرعب في ساكنها، تعكسها صور المعاناة والحسرة التي طال أمدها، وبقي الأمل معلقا على الترحيل. لقد بات من الثابت أن مدينة الصخر العتيق قسنطينة تحاول استعادة بريقها اللامع، فجسورها ال7
شكلت نسيجا فسيفسائيا رائعا لمدينة العلم والعلماء، وفي الأفق جسر عملاق سيمتع الناظرين ممن سيحلون ضيوفا على قسنطينة في عرسها المنتظر. بحضور معالي السيد الوزير لأكثر من 5 مرات لولاية قسنطينة لمتابعة كل هذه المشاريع والوقوف عن كثب لكل هذا الذي سيجعل من قسنطينة عروسا متوجة عاصمة الثقافة العربية، دون أن ننسى الدوائر 14 المتعلقة بالسينما والكتاب والتراث والتراث المادي وغير المادي، بالإضافة إلى الجولات الفنية، بالإضافة إلى الأسابيع الثقافية الوطنية والعربية. رحب تجمال، سوق العصر والسويقة، أماكن عتيقة لا تزال شاهدة عن عمر المدينة التي تكتنز تاريخا تجاوز 3 قرون من الحضارة. وقسنطينة اليوم ورشة لمشاريع ثقافية هامة. المكتبة الكبرى ومتحف الفن والتاريخ، بالإضافة إلى القاعة الكبرى التي تسع 3000 مقعد، بالإضافة إلى قصر المعارض، دون أن ننسى إعادة تهيئة وترميم وتجهيز كل من مالك حداد، دار الثقافة مالك حداد، قصر الثقافة محمد العيد الخليفة. مسجد الأمير عبد القادر لا يزال القلعة الحصينة والمنارة المتينة التي ينشر بين ربوعها العلم الوفير ويحفظ بين ثناياها كتاب الله عز وجل. المواطن في قسنطينة اعتز بهذه المكاسب ويحلم في غد مشرق لمدينته. نطلب من سكان قسنطينة يتوعوا في النظافة، في السلوك، في عدة أمور اللي هي تخص ولاية قسنطينة اللي معروفة وعندها تاريخ كبير. أنا نظن باللي لو كابيتال اوما، يعني المواطن هو الأول اللي لازم نديروا فيه ان انفستيسمون. إذن هي معالم دين وأقطاب ثقافة تحويها قسنطينة لتستقبل زوارها في أحلى حلة، وهي العروس في عاصمة الثقافة العربية. توفيق عمري، الشروق تي في من قسنطينة. إن الشعب سيروي عنا الأساطير عندما نكشف له اليوم عن تفانينا في القتال وقوة عزائمنا في الدفاع عن البلاد. كلمات رددها الشهيد البطل ديدوش مراد، الرجل الذي تشهد له هذه الجبال بمنطقة بوكركر بسمندو المعروفة حاليا ببلدية زيغود يوسف بقسنطينة، أنه ذات يوم خاض معركة ضارية ضد المستعمر الفرنسي رفقة 18 مجاهدا، لكن القدر عجل باستشهاده في 18 جانفي 1955. أما هذا المنزل فيبقى شاهدا على عظمة وكفاح هذا الرجل. اللي بقيت نشفى عليه شوية، درك كبرت وخف شوية. عاشوا عندنا راهو جاو عندهم كيما 18 شهر وهما عندي في الدار. عندنا أنا بوسريح أبو العريس، هو كان حداد، خدم هذاك السلاح والكارطوش وذاك يجيبوه بالشكاير. ديدوش رفع سلاحه يحصد في روس العسكر، وزيغود الصنديد ماشي القدام ماهوش مؤخر، وبو العراس بابا الشيخ على جنوده عساس هو السيد بوكركر. في العام 1954 أسس رفقة المناضلين اللجنة الثورية للوحدة والعمل، كما كان أحد محرري بيان أول نوفمبر. وعند اندلاع الثورة أسندت إليه القيادة في الشمال القسنطيني، وبالتالي كان أول قائد لمنطقة الشمال القسنطيني التي أخذت فيما بعد تسمية الولاية الثانية. احنا في بلدية ديدوش مراد يعني نقيم الاحتفالات بالذكرى استشهاد البطل ديدوش مراد، وهذا عمل بمقولته إن متنا فدافعوا عن أقوالنا. عاش بحق من أجل الجزائر ومات من أجلها، ولم يحمل في قلبه غير حبها وحب أبنائها المخلصين لها. وأجيال اليوم تتأمل في مناقبه وخصاله وعزيمته التي أذابت حديد مستعمر طاغٍ. حيث أصيب عدة أشخاص بجروح إثر حادث انفجار بالغاز وقع في مبنى سكني بحي القناص،
وأدى الحادث إلى انهيار أجزاء كبيرة من المبنى وإلحاق أضرار كبيرة بالسيارات المركونة على مقربة منه. وقال شهود عيان إن حصيلة الضحايا كان يمكن أن تكون كارثية لولا أن سكان المنزل الذي وقع فيه الانفجار كانوا في رحلة استجمام. تسرب غازي تبعه انفجار بأحد المساكن شهده حي القماص بقسنطينة صبيحة اليوم كان قد أحدث هلعا وأسفر عن إصابة عدد من قاطنيها دون تسجيل أي وفيات. أما من الجانب المادي تسبب الانفجار في انهيار أجزاء كبيرة من جدران المنازل وتحطم عدد كبير من السيارات. رجعوا إلى 10 حتى نلقى في التواقيت فسخوا عليا خش عليا الغبار والدنيا كلي زلزله عن ظلي زلزله. ومن بعد وليت نسمع في الحسه اولادي برا يبكيو كيف فسخت الباب ما شفت والو نشوف غير في الغاشي الغبار ومن بعد نلقى في ولادي هزينهم الناس جابوا لي الصغير هذا هكا طيشوه لي في الباب الدمومات هاي دوكا هي في الباب كي هزيته هكا يدي دخلت في راسو هكا راسو مقسوم خلاص. جيت انا منين طالع من راه الحانوت شوف فيها كي كلاطات محجر في السماء الدنيا والله وصلوا حتى اللوط خلاص هي وناط الغبار اللن طلوا لقاو واحد المراه كم مسكينه مغاشيه هكاك جامده بات في بلاصتها في دارها بها بنيكه صغيره في السيد. 5 جرحى نقلوا على جناح السرعة إلى المستشفى الجامعي بن باديس لتلقي العناية الطبية أين أكد الأطباء أن حالتهم لا تدعي إلى القلق. قد يلعبوا طلبوا الدار وإذا طاحت عليه حجرة ونحن الغبار يطيح علينا والحجرة من الفوق ونسبيط نمسك السيارة هنا. وخوك كيفاش صرا؟ هو خي طاح طاحت عليه الحجرة كما قال طاح في الأرض كا. أما مصالح الحماية المدنية فتدخلت بوحدات الإسعاف لإنقاذ الجرحى ونصبت خياما لإجلاء العائلات المتضررة. انهيار المبنى المتكون من الطابق الارضي زائد الطابق الاول انهيار كلي واصابه البنايات المجاوره لهذا المسكن. بالنسبه للضحايا عندنا كاين ضحيتين نقلوا من طرف سيارة من طرف اشخاص خمس ضحايا نقلوا من طرفنا بهم اصابات خفيفه. وعلى هذا الاساس قدمنا مساعدات عينيه تتمثل في افرشه واغطيه لاكثر من 14 فرد على ما اعتقد او 15 فرد منهم اطفال بالاضافه الى قفه لمواد عينيه غذائيه مواد غذائيه عينيه بالاضافه كذلك الى شيء مهم جدا وهو التكفل النفسي بالضحايا ما بعد الصدمه. هو حادث مروع كاد ان يودي بحياه العشرات من سكان هذا الحي لولا قدره القادر على امل ان تكشف الجهات الامنيه الاسباب الحقيقيه للحادث. توفيق عمري من ولاية قسنطينة إلى قناة الجزائر. مكتتبي مشروع 434 سكنا تساهمية بقسنطينة واقتحموا بالقوة شقق العمارات الواقعة بحي منجلي بالمدينة الجديدة بقسنطينة رغم عدم اكتمال أشغال التهيئة الداخلية والخارجية. وحمل المكتتبون المرقي مسؤولية التماطل في تسليم المشاريع رغم دفع كل المستحقات المالية. قاسيت بزاف والمرأة مرضت ومرض مزمن وفي الاخر انتحرت. على واش انتحرت؟ بسبب هذا نتاع السكنة بسبب نتاع السكنة انتحرت وخلات الولاد وحدهم. هي دموع انهمرت على مشروع سكني بدد أحلام المئات من العائلات بعد ربع قرن من الانتظار. فالوضع اليوم تأزم وأخرج هؤلاء المكتتبين عن صمتهم وحتم عنهم اقتحام سكناتهم التساهمية الكائنة بالمدينة الجديدة علي منجلي بقسنطينة بالرغم من عدم اكتمال تهيئتها الداخلية والخارجية. المكتتبون اتهموا المرقي العقاري بالإهمال والتماطل رغم أنهم سددوا كل المستحقات المالية منذ سنوات. ماني أستاذة أنا أساتذة وإطارات ما نحرقوا ما نكسروا رانا دخلنا بمشروع قانوني ما درناش العنف رحنا له مسلكين لآخر دوره عندنا بكل عقود ملكية. مشروع 434 سكن انطلق منذ 25 سنة حوله صاحبه إلى حظيرة توقف ليلية للشاحنات مع كراء بعض المحلات الشاغرة ولم يشفع له حتى حال هذه العائلات التي منها من فارق الحياة ومنهم من هن مطلقات وأرامل. دا الحوان نستعملهم دي جراج دي بارك
لو بارك داروا ان ستاسيونمون، لو بارك داروا با ان بارك دو ستاسيونمون، ومنين نجيو نهضروا معاه ما كان والو يا ريان. كل عام يمصوا لي دمي، كرهت الخدمه، خرجت انا استاذه، خرجت تقاعد نسبي، دراهمي كل راحوا في الكرام، وانا زاد الراجل طيشني، زاد عاود حياته، وانا قاعده على وليداتي. المرقي العقاري تنصل من الإدلاء بأية تصريح، أما مديرية البناء والتعمير فحملته مسؤولية إتمام المشروع والتهيئة الخارجية. الأجل راه تمدلوا باش ينجزهم في خلال 20 يوم. إذا لم يتم الإنجاز تاع الطرق والشبكات المختلفة هذه بطبيعة الحال راح يكونوا إجراءات بما فيهم الخاصة باتخاذ عقوبات ضد المرقي المعني. هو حل لا بديل عنه، يقول هؤلاء المكتتبون ممن يحلمون بالسكن في شقق يحملون عقودها ولا يقدرون على العيش فيها بكرامة. فوري على جثة الطفلة أمينة بخوش البالغة من العمر 11 عاما، والتي غرقت في مياه وادي برهان الواقع على بعد حوالي 40 كيلومتر عن مقر الولاية. عملية البحث التي دامت أسبوعا كاملا تمت بمساعدة سكان المناطق المجاورة وأعوان الحماية المدنية. هكذا شاءت الأقدار أن تودع الطفلة أمينة بخوش صاحبة 11 ربيعا الحياة في حادثة أخرجت سكان مشتت بلامان ببلدية الرواشد للبحث عنها بعد أن جرفتها مياه الوادي الكبير. لطفي شاهد على الحادثة وببراءته روى لنا تفاصيلها. دخلت للنص، ضربها المرة الأولى طيح جبدها، دوزيام طيح جبدها، تروازيام ما جبدهاش. ساعات عدات من تم هي تمشي وهي يقلبها، لحقت من الطرفة قاعد يقلب فيها، يقلب ساعات كملت من تم طايحة وجاها داخل وهي لما شعرها يبان وهي مدية. هبة تضامنية دامت 8 أيام للبحث عن جثة الطفلة أمينة، جندت خلالها مصالح الحماية المدنية فرقا متخصصة في الغطس من ولايات مجاورة، أسفرت عن وجود جثة الضحية بمساعدة أحد المواطنين. كان يدها هكذا شغل يدها باين خارج على ملمى شويه هكذا برك. قلت له انا بالك انا هذيك الدار يزيبوا بيا ولا ما بيش. كانوا لي بلونجور من هنا يطلع لهم جاو لقاوها هي. 8 ايام وحنا رانا لا ماكله لا شراب. انا واحد جارها نسكن قريب منها، نعرف الفتاه التي كانت تسكن معايا، والحمد لله يا ربي كسبناها ونعزي والديها. غطاسي الحماية المدنية من ولاية ميلا وجيجل سطيف وسكيكدا تم بإذن الله انتشار جثة الفتاة بخوش أمينة هذا اليوم على الساعة 11:21 دقيقة، وهذا بتضافر جميع مجهودات خاصة مواطني القاطنين على مستوى واد بويطان الذين دلونا على الاحتمالات كلها. عائلة الضحية بقدر ما تألمت عن فقدان أمينة بقدر ما اطمأنت على لقياها. طلبوا يعني من السلطات يديروا لنا قنطره منا كما يقولوا طريق تمشي، ماهيش طريق كيما هذه. كاين اللي عنده مال يحصل، كاين وين تاع الشتاء هكذا واحد ما يجوز. ها هي جهود مصالح الحماية المدنية ومواطن هذه المنطقة تثمر في وجود جثة الطفلة المفقودة أمينة بعد عملية بحث وتحري دامت 8 أيام. من منطقة بلامار بميلا، توفيق عمري إلى قناة الجزائر. أطلق سراح الرعية الجزائري زهير زواش بعد أسبوعين من احتجاج